السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم مقطع جديد من برنامج وافينا. اليوم جاي نتكلم لكم عن المبادرة اللي قامت بها الجالية السودانية في مصر. اسم المبادرة من أجل كل لاجئ ومهاجر. طبعا مبادرة تمتد للناس الموجودة في القاهرة. طبعا المبادرة بيرتبط ببعض المنظمات موجودة هنا، مثلا زي المفوضية وبعض المنظمات الثانية زي الكرتاس. نقدر نشرح لك بعض من الحاجات اللي انت كلاجئ ممكن نقدر نشرح لك انت بعض من افراد الجالية الموجودة هنا، حاجة انت تقدمه لاخوك المهاجر اللي وصل هنا في البلد دي. وما عليك انه انت تقوم بخدمات بسيطة جدا. وقبل ما انه اشرح لك ممكن بعدين تتراسل معي في الخاص او سواء كان في الرقم اللي بيظهر لك بتاعت الواتساب ده، نقدر نوصل لحاجة اللي انت عايز توصله. لو انت عندك محل الضيافة تقدر تستضيف فيها شخص جاي من السودان، طبعا بكون محتاج اكيد طبعا متاح لك انه تقدر انت هنا في مصر عندك مثلا ملابس اكل، ده ممكن برضو متاح لك تقدر تقدمه لنا في مبادرة. طبعا قامت بها بعض من الاشخاص من راسهم رئيسة المبادرة اللي هي أستاذة أماني، ربنا يحط لها في ميزان حسنات. بعض من الأفراد ما نسينا، كل شخص ساهم في المبادرة ده ربنا يحط له في ميزان حسنات. والمبادرة زي ما وريتكم بيرتبط ببعض المنظمات. متاح لك أنت برضو كشخص المحتاج للمساعدة، أنت كان جيت جديد عندك مقدارية للعمل، متاح لك إنه لو عايز وظيفة في مجالك، أنت كان نجار ميكانيكي أو أي مهنة انت بتملكها، تقدر برضو تتواصل معنا لحد ما نوصلك لوظيفتك. وده كل حاجات بسيطة قامت بها الجالية السودانية موجودة هنا في مصر. اي زول عنده فكرة عنده حاجة داير يقدمها برضو المبادرة مفتوحة له. لو عندك اطفال عايزين يدرسوا لسه المشروع ده ما فتح لكن شغالين فيه الان، ان شاء الله باذن الله تعالى بيتم فتحه. نعم بيتم فتحه برضو ان شاء الله نجي نشرح لكم. وطبعا الفيديو اللي المرة اللي فاتت طبعا انا اتكلمت لكم فيه وقلت لكم تتواصلوا معي في رقمي بتاعت الواتساب، وبعض الناس خشت لي في الخاص او سواء كان خش لي في الواتساب. انا بقول لكم ده ما جهدي انا براي، يعني الجهد بتاعت الناس المشاركة في المبادرة قبل ما احنا بننضم عليه كويس. ربنا يحط لهم في ميزان حسنات. اي زول قدم لنا حاجة قدمناها للمهاجر ربنا يحط له في ميزان حسنات. فدي حاجات اللي احنا متطلب مننا او كجالية سودانية موجودة هنا، فده حاجات اللي احنا نقدمها للمهاجر اللي بيجي جديد. ده تفاصيل المبادرة كلها. ان شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، ونقول لكم ان شاء الله لو في اي حاجة جديدة نفيدكم ان شاء الله. وتاني نشكر الناس القائمين بعمل في المبادرة وخاصة من رأسهم أستاذة أماني، ربنا يحط لكم في ميزان حسنات. وإن شاء الله نتمنى الناس تراسل ونتمنى الناس تقدم حاجات عشان نقدر نقدمه. قلتم في أمان الله. فنقول لكم بنهاية الفيديو فشير الفيديو لزملائنا لا يستفيدوا، وده دورنا اللي نقوم به هنا كجالية السودانية. ونقول لكم بيس.